أهلا وسهلا بيكم في بودكاست خليك غير. معاكم محمد. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا بنحتاجه وكلنا بنعدي بلحظات بنفقده. الموضوع هو التحفيز الذاتي. ازاي تفوق نفسك بنفسك، ازاي تقوم من غير ما حد يمدلك ايده، ازاي تكمل لما فيش صوت بيشجعك غير صوتك. تابعوني. يعني ايه تحفيز ذاتي؟ ببساطة كده، التحفيز الذاتي هو الطاقة اللي بتطلع من جواك عشان تحركك. مش محتاج مدرب ولا حد يسقف لك. هو الصوت اللي بيقولك كمل وانت اصلا مش عارف انت ليه بتكمل. التحفيز الذاتي هو اللي بيخليك تصحى من نومك يوم ورا يوم، حتى وانت مش شايف نتيجة سريعة، حتى وانت مش لاقي اللي يشجعك بتشجع نفسك. طيب احنا ليه بنفقد التحفيز؟ في حاجات كتير بتخلي الواحد يحس انه فقد الشغف والحماس والطموح. ضغط الحياة، الفشل المتكرر، عدم وجود دعم من الناس اللي حواليك، والمقارنات خصوصا على السوشيال ميديا، أو ببساطة التعب والإرهاق. كل ده طبيعي، كلنا بنمر بيه. بس اللي بيفرق إنك تختار في عز كل ده إنك تقوم. مش بس تقوم، تقوم وانت عارف إنك ممكن تقع تاني وبرضه تقوم. التحفيز مش دايم، بس النظام دايم. التحفيز بيخلص زي البطارية، بس النظام بيكمل حتى لو الطاقة خلصت. يعني ايه؟ يعني بدل ما تستنى تكون متحمس كل يوم، خلي عندك نظام أو سيستم أو روتين يومي، حاجة تمشي عليها حتى لو انت مش رايق. ازاي تبني تحفيز ذاتي؟ في كام نقطة كده، لو ركزت فيهم هتلاقي الموضوع بيقرب. أول خطوة، اعرف نفسك. انت بتتحفز بايه؟ بكلام الناس، بإنجاز صغير، بالفيديوهات الحماسية، بالكتابة؟ اعرف التيجرز بتوعك واستخدمهم. الخطوة التانية، قسم الهدف الكبير لحاجات صغيرة. لو عندك جبل قدامك طبيعي تخاف، بس لو قسمته لسلالم هتبدأ تطلع خطوة خطوة. ما تستناش تعمل إنجاز كبير، اعمل حاجة صغيرة بس كل يوم. الخطوة التالتة، احتفل بالإنجازات الصغيرة. ما تقللش من مجهودك، اكتب البروجرس بتاعك. اعرف انت كنت فين وبقيت فين. الخطوة الرابعة، ابعد عن الناس السامة اللي بيكسروا فيك، اللي كل ما بتحاول تطلع يشدوك لتحت. التحفيز الذاتي مش هيشتغل وسط طاقة سلبية. افتكر ليه، ودي خامس خطوة. ليه بدأت؟ ليه عاوز توصل؟ كل ما بتتعب ارجع للسؤال ده. ليه أنا بعمل اللي بعمله؟ والإجابة دي هي اللي هتفوقك من تاني. بص يا صاحبي، أنا مش جاي أقولك إن الطريق سهل، ولا جاي أبيعلك حلم وردي. أنا جاي أقولك أنت أقوى من اللي بيحصل حواليك. مش لازم تستنى اللي يديك دفعة، أنت الدفعة. التحفيز الذاتي هو إنك تكتب في يوم مش عاوز تكتب، إنك تشتغل في يوم مش شايف النتيجة، إنك تتحرك حتى وإنت مش شايف الطريق. في النهاية، ما تبقاش زي الكل. قوم لما غيرك يكسل. اقضي على مشكلة التسويف لأنها بتشجعك على عدم الاستمرارية. وبكده الحلقة انتهت، وللقاء في حلقة جديدة من بودكاست خليك غير.